طول ما الشمس بتطلع، طول ما لسه في فرصة للتغيير. وفي ناس فعلا عرفت طريقها، عرفت ازاي تغير الواقع اللي بتعيشه، ومش بس تغيره، لا، دي عرفت ازاي تستغل مساوئه وتحولها لموارد تساعد بيها غيرها علشان يتغير هو كمان. الناس دي ربنا اختارها للدور اللي بتقوم بيه، ووهبها النعم اللي تميزها عن غيرها في تنفيذ الدور ده وتخليهم مكملين لبعضهم. فمثلا في ناس ربنا وهبها الجدعنة والشهامة في مساعدة أي محتاج، وناس ربنا وهبها التفاؤل اللي يخليها تشوف الأمل اللي احنا مش شايفينه، وناس وهبها الخبرة اللي تقدر بيها تبني مستقبل غيرها، ومنهم اللي وهبهم الوعي الكافي اللي تقدر بيه تخلق التواصل بين طبقات المجتمع المختلفة. والناس دي علشان تلاقي المعلومات اللي بتحتاجها فلازم يبقى في أشخاص عندها ثقة ودقة علشان تعرف تكون شبكة معلومات ضخمة. بس برضو كل دول مش هيقدروا يشتغلوا من غير العقل المدبر للأحداث المختلفة، واللسان اللي بيقدروا يوصلوا بيه للمجتمع كله، والحكمة تدبير مصادر لاحتياجاتهم، والفرحة اللي لما تدخل على قلوبهم تصنع أحلى روح تجمعهم كلهم في اتجاه هدفهم تحت قيادة التروس اللي بتدور المكان. الناس دي ربنا اختارها علشان هي قد المسؤولية. صباح الخير، أنا يوسف الهادي، رئيس علشاني كبلدي جامعة عين شمس. جاي النهارده اكلمكم عن علشاني كبلدي وانشطه علشاني كبلدي. علشاني كبلدي هو نشاط طلابي في كليه هندسه وجامعه عين شمس من سنه 2004. بقالنا 12 سنه بنشتغل في العمل التطوعي جوه الكليه وبره الكليه. علشاني كبلدي بتتقسم لحاجتين، اللجان التنظيميه والمشاريع. اللجان التنظيميه بتنظم فعاليات بتتعمل كل سنه في الكليه او في الجامعه. الفعاليات ديت بتكون بتهدف الطلبه اللي موجوده في الكليه بحيث ان احنا نقدر نساعدهم في كورسات مثلا بنقدمها، في حاجات مثلا احنا بنعملها في الكليه، في الايفنتات اللي احنا بننظمها عشان نفيد بيها العزبه. عندنا المشاريع اللي بتتعمل في العزبه دي بتشتغل على كذا مجال. عندنا المجال الاقتصادي، عندنا مشروع اسمه مشاريع صغيره، ده بيوفر قروض حسنه للناس في العزبه بحيث ان احنا نقدر نوفر ليهم مصدر دخل ثابت عن طريق المشاريع اللي احنا بنعملها لهم. عندنا مشروع تروس، ده المفروض ان هو خط، يعني عندنا هدف ليه كده ان هو يكون خط انتاج تيشيرتات في العزبه. العماله بتاعته بتكون ستات من العزبه بيشتغلوا في مكان عمل يعني، والمكان العمل ده المفروض ان هو بيطلع تيشيرتات نقدر نبيعها للناس بره ودخلها يرجع لاهل العزبه. عندنا مشروع ورشه، ده بيعلم كروشيه، بيعلم الستات حرفه الكروشيه في العزبه. وبرده المنتجات اللي بتطلعها الستات ديت احنا بنسوق لها وبنبيعها والعائد بتاعها بيرجع لاهل العزبه تاني. عندنا في المجال التعليمي مشروع اسمه زيتونه، ده بيشتغل على تعليم الاطفال في العزبه ومحو اميتهم. مشروع محو اميه بيشتغل على السن يعني اللي هو من فوق 16 سنه فيما فوق، بحيث ان احنا نقدر نعلم الناس اللي هي عايزه تاخد شهاده محو اميه ونساعدهم ان هم ياخدوا شهاده محو اميه من الدوله. عندنا مشروع R&D او بحث تطوير يعني، ده اللي بيشتغل على ان هو بيعمل ايفالويشن او تقييم كده لشغل علشان كبلدي في العزبه، هل مثمر مش مثمر، بياخد زي فيدباك كده من اهل العزبه عن شغلنا يعني. اخر مشروع عندنا هو مشروع إغاثة، اللي هو اللي بينظم الفعالية اللي احنا عاملينها النهارده. مشروع إغاثة ده من أقدم المشاريع اللي في علشاني كبلدي، المفروض ان هو اللي بيوفر ايفنتات او فعاليات يعني على مدار السنة في العزبة. تمام. ايفنت من الايفنتات ديت مثلا هو ايفنت كسوة. ايفنت كسوة ده اسمه كسوة الشتاء. ده ان احنا المفروض بنجمع هدوم من بنعمل ايفنت مثلا اونلاين، او مثلا بننزل الكليه بنجمع هدوم من الطلبه او هدوم مثلا من جمعيات، بنعمل مثلا اتفاقيات مع جمعيات وكده نجمع منها هدوم، بتكون هدوم شتويه يعني، وبنبدا بقى ان احنا ناخد الهدوم دي نفرزها ونكيسها وننضفها كده ونكويها، وبنيجي نعرضها على اهل العزبه في معرض زي ما احنا شايفين كده. المعرض ده بيكون لاهل العزبه يعني بيجوا بس يعني يبصوا على الحاجه ويشتروها، بتكون بمبالغ رمزيه جدا، مثلا جنيه 2 جنيه 3 جنيه حاجه زي كده. هدف الفلوس يعني او الفكره من ان احنا بناخد فلوس بس مقابل الكلام ده، ان الناس تحس ان هي جايه معرض وبتشتري، مش ان احنا بنديها زي هبه او تبرع او كده، بحيث عزه نفس الناس برضو تفرق معانا يعني. وبحتاج لك وتحتاج لي، ما بينا ألف حلقة وصل، وبشبه لك وتشبه لي في حب الخير وطبط الأصل. ماليش غيرك أكيد لكن محدش فينا مختار حد، أنا وإنت حكاية ناس مقاسمين الحياة مع بعض. وجودك شيء مكملني لأن لوحدي مش هقدر. ملامحك كلها مني يا دوب الاسم متغير، مجرد بس ما تصبرني وتقولي
اكلمكم بقى عن ايفنت بيانولا اللي احنا نزلنا بيه على مدار الاسبوع اللي فات كله في الكليه. الايفنت كان بيهدف الى ايه؟ ان احنا بنجمع حاجتين، بنجمع الورق وبنجمع هدوم. طب بنجمع ورق ليه؟ الورق بيبقى فيه ورق كتير جدا عند الطلبه او عند المعيدين او عند الدكاتره او حتى في المكتبات اللي هي حوالين الكليه. الورق ده احنا بناخده وبنعمل اعاده تدوير ليه، والفلوس اللي بتطلع من اعاده التدوير ديت بنستخدمها ان احنا نعمل مشاريع اقتصاديه في العزبه او نمول بيها حاجات احنا بنعملها في العزبه وكده. ده بجانب ان هي بتكون برده مصدر دخل علشان الكباري نفسها ان هي تقدر تصرف على الشغل بتاعها على مدار السنه او على الفعاليات اللي هي بتعملها في الكليه يعني. دي اول حاجه. تاني حاجه ان احنا كنا نازلين بالايفنت اللي هو نفسه بتاع الكسوه بقى، ان احنا بنجمع هدوم من الناس. الهدوم ديت زي ما قلت ان هي بنعيد احيائها تاني، او ان احنا نبدا بقى ان احنا ناخدها ونفرزها ونكيسها ونكويها ونعيد احيائها، بحيث ان احنا نيجي في معرض زي كده نعرضها للناس اهل العزبه يعني، بحيث ان هم يبداوا بقى ياخدوا الحاجات ديت ويستنفعوا بيها يعني، بدل ما هي كانت مرميه عند الناس مش بيعملوا بيها اي حاجه. بدأنا الايفنت دوت نزلنا فيه في كلية هندسة جامعة عين شمس من يوم السبت اللي فات. اشتغلنا سبت حد 2 3 4 خميس. بنشتغل من الساعة 10 لحد الساعة 4، ومن بعد الساعة 4 بنبدأ فرز الهدوم، نبدأ فرز الورق. بس ويعني كان ايفنت ناجح جدا الحمد لله. كان في تفاعل كبير جدا من الطلبة في الكلية. الكرو بتاعنا كرو علشان الكباري دي تقريبا 90% منه شارك في الايفنت. كانت حاجة يعني مشرفة جدا. والحمد لله ده الناتج بقى، ده الناتج اللي احنا بنشوفه النهارده، انه هو ده ناتج المجهود اللي احنا عملناه الاسبوع اللي فات كله موجود في المعرض النهارده معانا يعني. تيم إغاثة هو أحد أو التيمز اللي موجودة في علشانك يا بلدي. تيم إغاثة هو ببساطة مسؤول عن تلبية احتياجات الناس، هو الباك بون بتاع علشانك يا بلدي. بالتالي احنا اللي كنا مسؤولين عن ايفنت كسوة من الأول خالص، بقالنا أكتر من أسبوع شغالين فيه تجهيزات وعملنا البلان، والأسبوع اللي فات كله بننزل عشان ناخد التبرعات الهدوم من الناس ونكيسها ونكويها ونغسلها، عشان عايزين في الآخر نوصل اللبس ده لأحسن صورة لأهل العزبة. بدأت فكرتنا في البداية بأن حق الناس اللي في عزبة أبو قرن إنها تعيش حياة عادية، من حقهم كإنسان بسيط إن هو على الأقل يلاقي المتطلبات الأساسية للحياة. بدأت فكرتنا إن إحنا بدأنا في أول هو عبارة عن أسبوع بنبدأ ننزل على النت ونجمع من الناس، بننزل بفورم الناس تملى فيه اللي عنده هدوم ممكن يتبرع بيها. بنبدأ على مدار الأسبوع إن إحنا نجمع الهدوم ونجمعها في جامعة عين شمس. بنجمع الهدوم في جامعة عين شمس ونبدأ الفرز. بنفرز من حاجة هل هي لو هي مقطعة فبنقوم حاطينها في الهالك ما بتتباعش، وبعد كده بنقوم مقسمينها دايما الحريمي والرجالي، ونبدأ نقسم الحاجة الكويسة، ناخد الحاجة الكويسة منها ونبدأ نكيسها بحيث انها تبان كأنها جديدة وياخدوا حاجة نظيفة جدا. حالفين لنمحي المستحيل، ما هو يا الأمل يا ما فيش بديل، لو مهما قالوا الليل طويل، ما فيش في وقت الجد نوم، خلي بكرة أحلى يوم بإيديك هتتحدى الغيوم، خلي بكرة أحلى يوم دي الشمس بتطلع كل يوم، قادرين نخلي الضلمة نور ونعدي من فوق على سور، كل التروس لازم تدور، مفيش في وقت الجد نوم، خلي بكرة أحلى يوم بإيديك هتتحدى الغيوم، خلي بكرة. في الأسبوع ده حسينا إن ممكن الهدوم تيجي قليلة وما نعرفش نوفر الكمية المتاحة لأهل العزبة كلهم، بالتالي ساعات بنعمل ديلز مع جامعات خيرية تانية ناخد منهم الهدوم عشان نوصل للتارجت اللي احنا عايزينه من الأول. احنا في البداية بننزل على النت، بننزل بفورم، بيبدأ كل واحد من عشانك يا بلدي يعمل لها شير، تبدأ من أهلنا، بعد كده بتفضل توسع لحد ما نوصل للناس حتى اللي بره أهلنا. بيدخلوا هم على النت بيملوا فورم، بنقدر نوصل لهم بعربيات ونجمع منهم كل الهدوم. وفي المنظم برضو بنستغل الفترة واحنا بنجمع الهدوم بان احنا نجمع الورق اللي الناس مش شايفاه انها بيترمي عادي، لا احنا بناخد الورق بنعمل له ريسايكلينج، وبفلوسه بنقدر ان احنا نوفر لهم، بتساعدنا ان احنا نوفر لهم الحاجات الاساسيه زي الاكل، زي شنط رمضان، زي البطاطين. فالورق اللي الناس مش مهتميه بيه لا احنا بناخده بنعمل له ريسايكلينج، بنبيعه وبفلوسه
بنقدر ان احنا نوفر لهم هدوم المعرض والمصاريف اللي احنا بنتكلفها في المعرض، زائد شنط رمضان والبطاطين اللي احنا بنعملها، القوافل الطبيه، كل دي بتساعدنا جدا ان احنا نوفر لهم الحاجات الاساسيه دي. بالتالي الاسبوع اللي فات ده كان شغله كتير، بس عايزه اتكلم عن الجانب النفسي انا بستفاد ايه منه. الواحد ممكن يروح الجامعه الساعه 8 ويخرج بالليل وتعبان، بس لا بيجي احساس ان انت بتعمل حاجه في الاخر للناس، بيديك طاقه ان انت تكمل. ان النهارده احنا بقالنا اكتر من اسبوع شغالين عشان اليوم ده عايزينه ينجح، لا بتقعد تكمل، ربنا بيبارك، بتلاقي الامور تتسهل. ساعات كتير بيحصل دروب، طب هنعمل ايه، طب في لخبطه، لا تلاقي ربنا بيسر الامور دايما معانا، يا رب دايما يعني. بس فانا عايزه اقول ان انا بقالي دي اول سنه ليا في علشانك يا بلدي، ومن الناس اللي مسؤوله عن الايفنت ده من اوله. استفدت كتير. كفايه الاحساس ان انت بتعمل حاجه خيره، ده كفايه. بتحس انت فعلا ربنا بيديك قوه كده، ما اعرفش منين، مع ضغط المذاكره والامتحانات، ووجود علشانك يا بلدي لا بيفرق، بتخليك تكمل. احنا في علشانك يا بلدي اصلا متقسمين دايما مثلا لحاجه اسمها اغاثه، وحاجه اسمها زتونه دي بتعلم العيال الصغيره، وحاجه اسمها مشكاه، متقسمين اجزاء. اغاثه بتبقى مسؤوله دايما عن تنظيم الايفنتات اللي بيبقى فيها اغاثه، زي المعارض والقافله وحاجه كده، بس دايما اللي يجي متطوع لما بننزل ايفنت لا بيبقى علشانك يا بلدي كلها نازله بلا استثناء. يعني الروح اللي بتبقى جوانا ولما نشوف سعاده الناس ده اللي بيفرق معانا كتير. يعني انا لما بنزل ممكن اكون تعبان ونازل من البيت ونازل بعيد وبجهز، بس مقابل ان انا بشوف حد سعيد ده بيفرحنا جدا، وهو ده اللي مدينا دايما الحافز ان احنا نشتغل. حالفين لا نمحي المستحيل، ما هو يا الامل يا ما فيش بديل، لو مهما قالوا الليل طويل، ما فيش في وقت الجد نوم، خلي بكرة أحلى قوم، بإيديك هتتحدى الغيوم، خلي بكرة أحلى قوم، دي الشمس بتطلع كل يوم، قادرين نخلي الضلمة نور، ونعدي من فوق أعلى سور، كل التروس لازم تدور، مفيش في وقت الجد نوم، خلي بكرة أحلى قوم، بإيديك هتتحدى الغيوم، خلي بكرة. احنا لو جينا بصينا كده للفيجن اصلا بتاعت علشانك يا بلدي ايه، المفروض ان الفيجن بتاعت علشانك يا بلدي هي تنميه العشوائيات عن طريق التنميه المستدامه. تمام، فاحنا شغل علشانك يا بلدي مش شغل خيري فقط، لا هو شغل تنميه اكتر، احنا بنركز على التنميه اكتر. يعني احنا ليه بنعمل مشاريع وليه بنعمل مثلا ان احنا بنعلم الاطفال، ليه بنعمل شهاده محو اميه، ليه بنعمل مشاريع اقتصاديه، ليه مش بندي الناس مثلا فلوس على طول، ليه مش بندي الناس مثلا لحمه والكلام ده على طول. انا ما بقولش ان ده مش موجود، بس ده موجود، بس ليه بنركز اكتر على المشاريع التنمويه اكتر؟ لان هو ده الحاجه اللي ممكن تخلي الناس تقدر بعد كده تعيش عن طريق نفسها. احنا هدفنا ان احنا بعد سنه من يعني يوصل كده بينا سنه من السنين نمشي من العزبه خالص، ويبقى اهل العزبه نفسهم حصل لهم تنميه في المجالات اللي احنا بنشتغل فيها ديت، بحيث ان هم يقدروا بقى يقوموا بشغلهم او يقوموا بالشغل اللي احنا كنا بنعمله عن طريق نفسهم، هم يطلع منهم كوادر كده هم اللي يشيلوا شغلنا ده، وهم اللي يعملوا شغلنا في السنين الجايه يعني. فعلشانك يا بلدي احنا بننزل بكذا ايفنت طول السنه، كل واحد بيبقى الايفنت ليه تايم معين. يعني ايفنت كسوة شتاء بالتالي لازم ننزل قبل الشتاء عشان نعرف نوفر للناس دي احتياجاتهم. في لبس العيد ده ايفنت تاني برضو يبقى قبل العيد. شنط رمضان قبل رمضان. ساعات قافله طبيه بنعملها بتبقى تايم، يعني دي مش ملهاش تايم معين، بس باقي الايفنتات لازم يبقى طبعا ليها تايم معين الناس تبقى محتاجاه فيه. احنا فعلا في اول 4 سنين لينا في دخولنا للعزبه احنا واجهوا فعلا الناس اللي بدات صعوبات كبيره. ليه؟ الناس دي طول عمرها عايشه بمنظور ان اللي بيجي مثلا بيوعدهم بحاجه، بيوعدهم ويمشي فما بيوصل لهمش الحاجه. فاحنا عشان ندخل ونوصل لهم ان احنا هنديكم، فبالنسبه لهم هم مش مصدقيننا. بدانا ان احنا نبدا في اول سنين لينا في ان احنا نعمل بس حاجات خيريه، لازم نزود الثقه بيننا وبينهم عشان نقدر ندخل البيوت. فبدات ان احنا فعلا نبدا بحاجه اللي هي غثويه بس، بالشنط رمضان، المعارض، الحاجات دي هي اللي بدانا بيها قبل ما نبدا بالتعليم وتعليم الاطفال وتعليم الكبار ومحو الاميه. هي دي كانت احد الاسباب اللي خلتنا نقدر نخش العزبه عادي ونخش كل البيوت اللي احنا عايزينها.
عايزه اقول اول نزله نزلت فيها العزبه كنت عامله مخيلات، طب العزبه دي شكلها ازاي، طب الناس زي ما بشوفهم في التلفزيون والاقي بلطجي يطلع لي والحاجات دي. ففضلت المخيلات موجوده لحد اول يوم نزلت. طبعا اول يوم كان معايا بقيه التيم كله، لا لقيت الموضوع غير كده خالص. لا الناس هناك اهل العزبه فعلا ناس على قد حالهم وطيبين، ما فيش بقى كل المخاوف دي ما لقيتهاش. كانت اول نزله كنت خايفه ويا ترى ايه اللي هيحصل. بعد كده لا، بقيت بننزل لوحدنا وبنات بس والدنيا بتتيسر، ما فيش اي مخاوف، وبنعرف نعمل الحاجه اللي احنا عايزينها لوحدنا وبنمشي ونروح ما اعرفش ايه. لا تمام، ما كانش في اي مخاوف خالص. علشان الكبادي زي ما انا كنت قلت ان هي بتتقسم لمشاريع ولجان تنظيميه. اللجان التنظيميه ديت هي وظيفتها ان هي بتقسم، او ان هي اللي بتقوم بتنفيذ اي ايفنت او اي فعاليه احنا بننزل بيها في الكليه او في الجامعه. عندنا 6 لجان. اللجان ديت منها لجنه العلاقات العامه، هي اللي بتنزل تكلم الناس في الكليه او بتعمل اتفاقيات مع جمعيات مثلا ان احنا ناخد منها هدوم او ناخد منها ورق او كده. عندنا لجنه اللوجستيات ديت اللي بتقوم ان هي تعمل كل الانستليشنز اللي احنا بنستخدمها في الكليه، سواء بقى بننزل ببوث مثلا او بننزل ببوكسات مثلا نجمع فيها الهدوم والورق. عندنا لجنه ميديا يعني او لجنه الاعلام ديت اللي بتغطي الايفنت بتاعنا اعلاميا او بتغطي الايفنت بتاعنا عن طريق الصور والكلام ده كله. عندنا لجنه الاعلام لجنه ماركتنج اللي هي لجنه التسويق. دي بتكون هي اللي بتسوق للايفنت بتاعنا اونلاين، او ان هي يعني الايفنت البيانولا دوت طالع من لجنه التسويق، وهي اللي بتبدا بقى تسوق فكره البيانولا نفسها، وتبدا تدعو الناس ان هي تشارك في الايفنت بتاعنا. طبعا يعني احنا بقالنا سنين كتيره قوي في العزبه، فالناس عرفتنا. بس لو احنا مثلا نازلين بمعرض هم هيعرفوا ازاي؟ بيبقى احنا لينا كذا مشروع في علشان الكبادي، منهم مشروع زيتونه وحضانه، ده بيتخصص بالتعليم للاطفال. فاحنا لو جينا بلغنا الطفل احنا يوم الجمعه نازلين بمعرض لبس، بالتالي الطفل ده هيروح يقول لمامته، فالعيله بتاعته يعني ده وسيله من الوسائل اللي احنا بنوصل بيها للناس. في وسيله اخرى ان احنا بيبقى في كي بيرسون دول ناس احنا عارفينهم من اهل العزبه، بنثق فيهم جدا، بنقول لهم يا ريت تبلغوا الناس ان احنا مثلا نازلين يوم الجمعه عندنا معرض. هم برضو بيروحوا يوصلوا الناس دي. بيبقى لينا كذا طريق يعني. هو شغل علشان الكبادي مين يعني بيكون شغل على افراد. فلو جينا بصينا لافراد معينه احنا شغالين معاها مثلا من سنين، لا الافراد دي فعلا حصل لها تنميه. في ناس كتير خدت شهادات محو اميه، في اطفال كتير الحمد لله بفضل الله يعني قدرنا نمحي اميتهم، وقدرنا ان احنا نساعدهم ان هم يكونوا متفوقين في المدرسه. مشاريع صغيره عملت مشاريع اقتصاديه كتير جدا لاهالي كتير جدا من العزبه، سواء بقى مشاريع بقاله، مشاريع جلود، مشاريع حاجات كتير يعني. المشاريع ديت بتفضل مستمره لعدد من السنين، والمفروض انه الشخص صاحب المشروع ده المفروض ان هو بيرد القرض اللي احنا اديناه له، فهو بيفضل يشتغل 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 يشتغل، وبعد كده بعد وقت ما يرد القرض بتاعه هو المشروع بتاعه كده خلاص مكمل، فبيبدا يكمل بيه عادي جدا وبيكون مصدر دخل ثابت ليه يعني في الشغل. احنا بنسعى ويعني عندنا تارجت ان احنا ان شاء الله بعد سنه يعني بعد عمر مثلا كده، او مثلا بعد عدد من السنين معين ان احنا نمشي من العزبه، ويكون اهل العزبه هم قادرين ان هم يسيروا امورهم بنفسهم ويعملوا شغلهم بنفسهم وكده. وبحتاج لك وتحتاج لي، ما بينا ألف حلقة وصل، وبشبه لك وتشبه لي، في حب الخير وطب الأصل. ماليش غيرك أكيد، لكن محدش فينا مختار حد، أنا وإنت حكاية ناس مقاسمين الحياة مع بعض. وجودك شيء مكملني، لأن لوحدي مش هقدر. ملامحك كلها مني، يا دوب الاسم متغير. مجرد بس ما تصبرني وتقولي أنا جنبك، تطيب خاطري من همي، كلمة طالعة
لو جيت قلت عايزه ادي رساله للشباب او اقول ايه، هقول ان انا وجودي في علشانك يا بلدي فرق كتير. وجودك في اي حاجه عمل تطوعي بيفرق ان انت بتحس انت بتعمل حاجه. في جانب من وقتي بستغله في حاجه كويسه، بدل ما انا مقضيه وقتي في نت وتلفزيون. وانا ما بقولش ان احنا نمنع الحاجات دي، لا، بس لما يكون ليك وقت تخصصه ان انت بتعمل عمل خير، لا بتفرق ليك انت معنويا اكتر من الناس اللي انت بتفيدهم. طاقه وخير، وتحس انك عايز تكمل، لا مش هقف، وهكذا يعني. انا اقول لكل الناس ان هدفنا في الحياه هو السعاده. السعاده بتيجي فين؟ انا شايفها ان بتيجي في اسعاد غيرك. انت بجد لما بتحس انك بتسعد غيرك بيجي لك انت السعاده، تحس بالرضا. احنا التطوع ده عمل في كل واحد فينا بجد نعمه الرضا بابسط الحاجات. دي حاجه يعني ممكن من اكتر الحاجات اللي انا شفتها في التطوع، الرضا. الشباب مننا كتير جدا بيبقى عنده طاقه، بيبقى مش عارف يودي الطاقه دي فين. يعني انا بدل ما اضيع وقتي مثلا ان انا اقعد على القهوه، او بدل مثلا ما اضيع وقتي ان انا اعمل اي حاجه في الدنيا مثلا ما تكونش ليها لازمه، فانا ببدا ان انا اطلع الطاقه اللي عندي ديت، او اطلع الوقت الفاضي اللي عندي دوت، ان انا اقدر اعمل بيه حاجه افيد بيها غيري. مفيش احسن من حاجه في الدنيا ان انا اقدر افيد غيري بحاجه انا بعملها وانا مش بخسر فيها اي حاجه. بالعكس انا بستفاد اصلا من اللي انا بعمله ده، بستفاد ان انا بدي الناس حاجه، بستفاد ان انا بتعامل مع ناس ممكن يكون ربنا حطهم في ظروف غير ظروفي، فانا ببدا ان انا يعني استفيد منهم وهم يستفيدوا مني، احنا بنكمل بعض كلنا. فيعني عمل التطوعي ده من احسن الحاجات اللي موجوده في الدنيا يعني، وحتى الدين نفسه بيحث يعني على حاجه زي كده. فيعني ربنا يعني يجازي كل واحد بيعمل حاجه خير للناس يعني، وشكرا. وبحتاج لك وتحتاج لي، ما بينا ألف حلقة وصل، وبشبه لك وتشبه لي في حب الخير وطب الأصل. ماليش غير